خلينا نتكلم بصراحة، انت عايز عضلات بطن واضحة ومشدودة، بس مش عايز تقضي ساعات طويلة في الجيم على تمارين ممكن اصلا ما تجيبش نتيجة. وده شعور طبيعي جدا، وكتير من الناس بيفتكروا زيك بالظبط وبنفس الطريقة. الحقيقة اللي لازم تعرفها من البداية انك تبني عضلات بطن قوية مش معتمد على انك تتمرن اكتر، ده معتمد على انك تتمرن اذكى وادق. يعني بدل ما تعمل 20 تمرين مختلف من غير فايدة، الافضل انك تركز على مجموعة تمارين بسيطة بس فعالة وتستهدف كل أجزاء الكور: البطن العلوية، السفلية، الجوانب، وحتى العضلات العميقة اللي بتدي لك الثبات. وأنا هقول لك إزاي تعمل كل ده، بس الأول كده سخن واخبط لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. أهلا بيك يا دبابة في فورمة دهب، القناة اللي فاهمة جسمك 24 قيراط. النهاردة أنا جايب لك قائمة من أفضل 5 تمارين بوزن الجسم وبس، مش محتاج أجهزة ومش محتاج اشتراك جيم، تقدر تعملهم في أوضتك في الصالة أو حتى في حوش البيت. لكن بشرط واحد مهم جدا: لو قررت تبدأ لازم تكمل 30 يوم متواصلين من غير أي أعذار، من غير أي تأجيل، ومن غير جملة هبدأ بكرة. وبرضه لازم تركز على حاجة أهم بكتير من عدد التكرارات، وهي الأداء الصحيح للحركة. لأن التمرين لو اتعمل بطريقة غلط انت مش بتبني عضلات، انت بس بتتعب جسمك من غير أي نتيجة. نبدأ بأول تمرين، وهو واحد من أشهر وأقوى تمارين البطن في العالم: تمرين البلانك. التمرين ده شكله بسيط جدا بس صعب ومحير في التنفيذ. البلانك هو التمرين الوحيد اللي بيخلي الدقيقة الواحدة تحسها كأنها 10 دقايق كاملة، خصوصا لما تبدأ عضلاتك تترعش وتبدأ تحس بالحرقان. طريقة الأداء الصحيح: انزل على الأرض وخليك ساند على السواعد وأطراف صوابع رجليك. خلي جسمك مستقيم تماما من راسك لحد كعب رجلك، كأن جسمك خط واحد مفرود. اوعى تخلي ظهرك ينزل لتحت، لأن ده بيضغط على فقرات ظهرك السفلية وبيسبب ألم شديد، وفي الآخر مش هتستفيد من التمرين أبدا. شد عضلات بطنك بقوة وخليك ثابت، مع الوقت هتحس إن جسمك بدأ يتهز، وده طبيعي جدا، بل بالعكس ده دليل إن عضلاتك شغالة وبتعصر نفسها. في البداية ممكن تثبت 10 أو 15 ثانية بس لو استمريت كل يوم خلال أسابيع قليلة هتلاحظ إنك بقيت تقدر تثبت لمدة دقيقة وبعدين دقيقتين ويمكن أكتر. طيب ركز معايا كويس عشان التمرين الجاي بيشتغل على الجوانب اللي كتير من الناس بتهملها: تمرين بايسكل كرانش. التمرين ده بيستهدف عضلات الجوانب اللي بنسميها الاوبليكس، والعضلات دي هي اللي بتدي لك شكل بطن متحدد ومتقسم بدل ما تكون حتة واحدة مستقيمة من غير اي تفاصيل. طريقة الاداء الصحيح: نام على ظهرك وارفع رجليك شوية عن الارض، حط ايدك ورا راسك وابدأ هات كوعك اليمين في اتجاه ركبتك الشمال، وبعدين اعكس ببطء. الأهم هنا بلاش تعمل الحركة دي بسرعة وعشوائية. بشوف ناس كتير بتتحرك بسرعة الصاروخ بس عشان تخلص من التمرين وتعد أرقام وخلاص، كده انت مش بتستفيد. الحركة لازم تكون بطيئة ومتحكم فيها، لف وسطك فعليا وحاول تحسب عضلات الجوانب وهي بتنبض وبتتأثر مع كل تكرار. انسى العد تماما، الهدف مش انك توصل لرقم معين، الهدف انك توصل لمرحلة مش قادر تعمل فيها تكرار واحد اضافي بالشكل الصح. ولما تحس بالحرقان ما توقفش، كمل كمان شويه، لان اللحظه دي هي اللي جسمك بيتنحت فيها بجد. دلوقتي شد حيلك معايا شويه، لان التمرين التالت هو تمرين الموت وحرق الدهون، تمرين رفع الارجل او الليج ريزز. واضح ان النوم على الارض ما كانش مريح كفايه، فدلوقتي هنحارب الجاذبيه كمان. التمرين ده بيستهدف اسفل عضلات البطن، ودي من اصعب المناطق في التمرين، وبرضه من اسهل الاماكن اللي بتتجمع وتتخزن فيها الدهون العنيده، خصوصا لو انت بتحب البيتزا والاكل السريع. طريقه الاداء الصح: نام على ظهرك، خلي ايدك جنبك، ولو حسيت بضغط او وجع في اسفل ظهرك ممكن تحط ايدك تحت الحوض شويه للدعم. دلوقتي ارفع رجليك لفوق في اتجاه السقف بشكل مستقيم تماما، وبعدين نزلها ببطء. ركز هنا قوي، اوعى تنزل رجلك بسرعه وتسيبها تقع، نزلها ببطء وبسيطره، واهم حاجه اوعى كعب رجلك يلمس الارض. ببساطه الارض في التمرين ده معناها انك خسرت. خلي رجليك قريبة من الارض بمسافة بسيطة جدا بس من غير ما تلمسها، واطلع تاني ومرة تانية. انسى الارقام والعد، اعمل اكبر عدد تقدر عليه واستمر لحد ما تحس ان رجلك بقت تقيلة جدا لدرجة انك بتحاول ترفعها ومش قادر. وقتها بس اعرف انك اشتغلت صح. التمرين الرابع هو الماونتن كلايمبرز. تخيل الجري بس وانت ثابت في مكانك وعلى ايدك. التمرين ده ممكن يكون مزعج شوية بس فعال جدا. ليه؟ لأنه
بيشغل عضلات البطن وبيرفع نبضات القلب في نفس الوقت، يعني كأنك عملت تمرين بطن وكارديو حارق للدهون مع بعض. طريقة الأداء الصحيح: ادخل في وضعية الضغط، ايديك على الأرض وجسمك مفرود ومستقيم. دلوقتي ابدأ اسحب ركبتك اليمين بسرعة وقوة في اتجاه صدرك، وبعدين رجعها وبدل الرجل التانية. حركة متواصلة وسريعة، بس انتبه بلاش ترفع حوضك لفوق زي الهرم، خلي جسمك ثابت ومستقيم. دلوقتي زود السرعة وبلاش تبص في الساعة كل شوية، وقف بس لما تحس ان رجلك بدأت تضعف ونفسك بقى سريع ومش قادر تكمل اكتر. تخيل انك بتهرب من وحش بيجري وراك، ولو وقفت خلاص انتهى الموضوع، فكمل لحد ما تجيب اخرك تماما. وصلنا لاخر تمرين واوعى تستهون بيه ابدا، تمرين البيرد دوج. اسمه غريب شوية بس صدقني فايدته عظيمة وجبارة. التمرين ده مش بس عشان الحرق، ده تمرين بيعلم جسمك التحكم، التوازن وثبات الكور، ودي حاجة كتير من الشباب بيعملوها مع انها اساس القوة وحماية ظهرك من الاصابات. طريقة الاداء الصح: انزل على الارض على ركبتك وايدك، وضعية الاربع نقط. دلوقتي ركز معايا كويس، افرد ومد ايدك اليمين لقدام وفي نفس الوقت افرد ومد رجلك الشمال لورا. حاول تخلي جسمك مفروض كأنه خط واحد مستقيم، بلاش استعجال. اثبت ثانية في الوضع ده وحس بالتوازن وعضلات جسمك وهي بتشتغل عشان تثبتك. بعدها ارجع ببطء وبدل الايد الشمال مع الرجل اليمين، وكمل تبديل بين الجهتين بهدوء وبتركيز شديد. انتبه للنقطة دي كويس قوي، شد بطنك لجوه طول وقت التمرين واوعى ترخيها، وبلاش تقوس ظهرك زيادة. خليك مستقيم ومركز على التوازن مش السرعة، وانسى الارقام والعد. كمل لحد ما تحس ان جسمك بدأ يتهز والتوازن بدأ يختفي. اول ما تلاقي نفسك مش قادر تثبت زي الاول وقف هنا، ده حدك الحقيقي. يا دبابة تقدر تتمرن كل يوم وتلتزم بالتمرين ده لمدة 30 يوم من غير ما تفوت يوم واحد. بس لو اكلك بايظ وبتاكل دهون وسعرات عالية طول اليوم، فصدقني تعبك كله هيروح على الفاضي وهيفضل شكل عضلاتك مستخبي تحت الدهون. عضلات البطن بتتعمل وتظهر في المطبخ اولا، والتمرين بيقويها ويبرزها ثانيا. عدل اسلوب حياتك، نام على الاقل 8 ساعات عشان الاستشفاء، واشرب ميه كفايه، وصدقني لو عملت التمارين دي الصح النهارده هتنام احلى نومه في حياتك. ما تنسوش تخبطوا اللايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتشجعونا نكمل، واشوفكم في حلقه جديده من فورمة دهب.